للأسف الوداد لن تكمل مغامرتها في كأس العالم للأندية، ليس بسبب الهلال فقط، فالهلال كان أقوى بطبيعة الحال وكان أكثر رغبة للوصول إلى هذا الإنجاز. الجماهير الودادية أبدعت بتيف أسطوري، لكن لاعبو الوداد خيبوا الأمل جدا وكانوا مشتتين في الملعب، حتى من لاعبها جبران الذي افتخرنا به في كأس العالم خيب الأمل وأخذ حمراء بسبب تصرف صبياني متهور مع الحكم. اللاعب جبران كان السبب الرئيسي في خسارة الوداد وعدم إكمالها هذه المغامرة الممتعة. هذا اللاعب جبران كان السبب الرئيسي في الخسارة، والجمهور الودادي غاضب جدا على هذا اللاعب الغير الاحترافي. هذا رأيي بطبيعة الحال، فما هو رأيكم يا أصدقائي؟ لا تنسوا أن تضعوا زر لايك وتعطوني رأيكم في هذا اللاعب الغير الاحترافي جبران. شكرا لكم والسلام عليكم.